السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ناس كتير بتحب الفاصوليا زي انا ما بحبها، الفاصوليا الخضراء، وده اوانها ما شاء الله تحفة. فبخزنها. في ناس بتخزنها بتقولك بتجرمز منها، ما بتبقاش مظبوطة، تيجي تطلعها ما بتستويش. فاحنا النهاردة عندنا طريقة تحفة لتخزين الفاصوليا الخضراء. انا كده حطيت حلة فيها الفاصوليا بتاعتي مخرطاها وغسلاها اهي، خليها زي الفل. جايبه كيلو، وعندي بصلتين فرماهم، وعندي هنا معلقتين زيت حطاهم في الحله. هننزل بالبصل كده، ده زيت ذره، انت حطي اي زيت بقى اللي يعجبك يعني. وهنشوح البصله كده اكننا هنطبخها، ماشي؟ بس مش هنصفر البصل، هنشوحه بس، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. اهو يا حبايبي بنشوح البصل. وجايبه النهارده جوافه بقى، اقول لكم بالمره عشان يبقى الفيديو كده تستفادوا منه. جبت النهارده 3 كيلو جوافه، الكيلو ب10. نضفيها وشيلي القمعه اللي هنا وخرطيها وحطيها في اكياس وشيليها في الفريزر. تنفعك عصير، جالك ضيوف على غفله، انت عايزه تعملي حبه عصير، الحاجه الساقعه غاليه ومش مفيده، دي حاجه يعني فايده لينا، دي حاجه فريش ما شاء الله. يعني الجوافه فايدتها جامده قوي، ماشي؟ اعمليها بلبن، عصري معاها موز، الموز دلوقتي حلو ورخيص. فديت برضو هنضفها وهشيلها في اكياس في الفريزر. جاني ضيوف على الغفله، رحت مطلعه كيس، رحت ضربات كوبايه لبن تحفه ما شاء الله يعني. ماشي حبايبي؟ وهنا بقى بنشوح البصل كده اهي، وحتى هتبقى جاهزه يعني، مجرد ان انت تطلعيها تضربي شفشق طماطم تحطيه عليها خلاص كده عملتي الفاصوليا، ماشي؟ ومش هتجرمز التشويحه دي، هتخليها ما تجرمس زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالفاصوليا وهنقعد نقلبها بتاع 10 دقايق بقى، يعني كده 10 دقايق تتشوح، وتسيبيها تبرد خالص. تحطي عليها حبه ملح صغيرين وحبه فلفل اسود، وتسيبيها بقى تتشوح كده 10 دقايق، تسيبيها تبرد خالص وتعبيها في اكياس. عايزه تقسمي الكيس على 2 على 3 اقسميه، مفيش مشكله، زي ما انت الكميه اللي انت عارفه ان انت بتاكليها تعمليها. وبألف هنا وشفا حبايبي. كده عبينا الجوافه زي ما انتم شايفين كده، عملتها 3 اكياس بسم الله ما شاء الله اهي. هشيلها في الفريزر لما عاوزها اطلعها. وهنا الفاصوليا طفيت عليها، شوحتها 10 دقايق. شايفين خضرها ما شاء الله جميل ازاي، تحفه. رشيت عليها حبه ملح وفلفل، وهعملهم على كيسين، بس مش هقدر اعبيها الا لما تبرد خالص. تبرد خالص اعبيها واوريها لكم اهي. بألف هنا وشفا حبايبي، تحفه. انا بحب الفاصوليا الخضراء قوي، يعني ولادي ما لهمش فيها قوي، ممكن ياكلوها مره، انا ممكن اكلها كل يوم ما ازهقش منها. فاللي بيحب الفاصوليا يخزنها، دي ايام بتاعتها طريه وجميله وتحفه، ماشي؟ بألف هنا وشفا اهي. تبرد بس ونعبيها. بصوا حبايبي، خلصنا وصفتنا النهارده، الفاصوليا المتخزنه اللي احنا هنخزنها بطريقه حلوه، طريقه جميله تستوي معاكي. البصل بتاعها محطوط عليها وملح بسيط وفلفل. هتطلعيها تحطي عليها الطماطم اللي انت عايزاها وتكملي سواها. ما شاء الله تحفه وخضره زي ما انتم شايفين كده. وقسمت الكيلو على نصين لان محدش بياكلها الا انا. وهنا الجوافه قلت عشان يبقى فيديو كامل. هنا الجوافه هاتيها يعني الجوافه دلوقتي ماليه السوق وثمنها حلو ورخيصه. في مستويه ب7.5، وفي الجامده اللي انا جايباها الحلوه دي ب10 جنيه. مش حاجه، احسن ما تعملي حاجه ساقعه يعني، احسن ما تجيبي حاجه ساقعه لاي ضيوف. دي عندك تبقى في الفريزر، والفاصوليا تبقى عندك جاهزه. انت مش قادره تنزلي السوق، مش قادره تجيبي حاجه، عايزه تعملي اكله سريعه، تبقى عندك يا دوبك تعملي الطماطمتين وتحطيهم عليها واستوت الاكله وجنبها شويه رز. بألف هنا وشفا حبايبي. وقولوا لي ايه رأيكم في طريقة الفاصوليا المتخزنة اللي هتقعد معاكم من سنة للسنة. بألف هنا وشفا حبايبي، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وطريقة الجوافة وطريقة الفاصوليا تعجبكم ان شاء الله. وقولوا لي في التعليقات بتحبوا الفاصوليا ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد حبايب قلبي.